كلنا عايشين في عالم بيضغط علينا إننا نتخصص ونختار طريق واحد ونمشي فيه من بدري. النهاردة بقى هنتكلم عن فكرة ممكن تكون هي اللي هتحل العقدة دي. فكرة إن التشتت اللي بنحس بيه ده ممكن يكون هو نفسه سر النجاح. خلونا نبدأ بسؤال. حد قبل كده حس إنه متأخر؟ إحساس إن كل اللي حوالينا خلاص اختاروا طريقهم، عرفوا عايزين إيه من بدري قوي وماشيين فيه زي القطر، وإحنا لسه واقفين مكاننا بنجرب هنا شوية وهنا شوية وحاسين بتشتت رهيب. طب إيه رأيكم لو أقول لكم إن الإحساس بالتشتت ده هو ده ممكن يكون القوة الخارقة بتاعتنا؟ طيب عشان نفهم الفكرة دي تعالوا نشوف قصتين عكس بعض تماما، قصة أسطورتين كلنا نعرفهم. الأول هو تايجر وودز. تايجر ده يعتبر مثال حي للمتخصص. تخيلوا من هو عنده 7 شهور بس كان ماسك مضرب جولف. حياته كلها كانت عبارة عن تدريب وتمرين في حاجة واحدة بس. على الجانب التاني بقى عندنا روجر فيدرر. الغريب إن والدته كانت مدربة تنس بس رفضت تدربه، بالعكس شجعته يجرب كل حاجة ممكنة، سكواش، تزلج، مصارعة، كورة، أي حاجة. وهنا بقى المفاجأة الكبيرة. كل الأبحاث اللي اتعملت على الناس الناجحة في العالم بتقول إيه؟ بتقول إن طريق روجر فيدرر، الطريق المتنوع المليان تجارب، هو ده القاعدة للنجاح. أما طريق تايجر وودز بتاع التخصص من الصغر ده هو الاستثناء اللي نادرا لما بيحصل. يعني إحنا طول عمرنا بنسمع قصة تايجر على إنها الطريق للنجاح، لكن الحقيقة إن الأغلبية الساحقة من الناجحين كانوا زي روجر. طب إيه السر في كده؟ السر كله في مفهوم اسمه المدى أو الرينج. الرينج ده ببساطة هو إن الواحد يكون عنده القدرة يربط أفكار وحلول من مجالات مختلفة تبان ملهاش أي علاقة ببعض عشان يحل مشكلة معينة. يعني التشتت اللي كنا بنقول عليه ده بيتحول لميزة قوية جدا في عالم معقد زي اللي احنا عايشين فيه. وهنا لازم نفهم نقطة مهمة قوي. التخصص بينفع قوي في بيئات معينة وبيفشل تماما في بيئات تانية. بصوا، في نوعين من البيئات في العالم. النوع الأول بنسميه البيئات الواضحة، دي زي الشطرنج والجولف، القواعد ثابتة والنتيجة بتشوفها فوراً، لو لعبت حركة غلط بتخسر، بسيطة. النوع التاني بقى هو البيئات الغامضة أو المعقدة، ودي الحياة الواقعية، الشغل، الاستثمار، علاقاتنا. هنا القواعد مش واضحة وبتتغير كل شوية والنتيجة ممكن ما تظهرش إلا بعدين. في مقولة مشهورة بتقول لما الواحد يكون معاه شاكوش كل المشاكل بتبان كأنها مسامير، ودي بالظبط مشكلة المتخصص. بيبقى محبوس في صندوق أدواته الصغير، عنده حل واحد أو 2 فبيحاول يطبقهم على أي مشكلة تقابله، حتى لو المشكلة محتاجة مفك أو منشار هو مصر يستخدم الشاكوش بتاعه. أما بقى الشخص اللي عنده مدى واسع ده معاه صندوق أدوات كامل، عنده القدرة إنه يستلف أفكار من أي حتة، يشوف المشكلة من زاوية مختلفة تماماً من بره الصندوق، ويربط حاجات محدش يتخيل إنها ممكن تتربط ببعض. يعني تلاقيه بيستخدم مفهوم من الموسيقى عشان يحل مشكلة معقدة في البرمجة، أو يستخدم نظرية في علم النفس عشان يتوقع حركة سوق الأسهم. دي قوة جبارة. طيب حلو قوي الكلام ده، بس إزاي الواحد يبني صندوق الأدوات المتنوعة ده؟ هنا بقى بنقع في فخ كبير، فخ التعلم السهل. كلنا بطبيعتنا بنميل لطرق التعلم اللي نحس فيها بإنجاز سريع، اللي تبان سهلة، بس للأسف الطرق دي في الغالب بتكون سطحية جدا والواحد بينسى اللي اتعلمه بسرعة. تعالوا أحكي لكم على تجربة عبقرية اتعملت على مجموعتين من الطلبة. المجموعة الأولى خلوهم يذاكروا بطريقة التكرار، يعني يذاكروا درس معين مثلا الكسور ويحلوا عليه 20 مسألة ورا بعض. طبعا حسوا انهم جامدين قوي والموضوع سهل وبيحلوا بسرعة. المجموعة التانية بقى عملوا معاهم العكس، استخدموا طريقة الخلط. المسائل كانت بتيجي متلخبطة، مسألة كسور وراها واحدة هندسة وبعدها جبر. الطلبة دول كانوا بيعانوا، بيغلطوا كتير، محبطين وحاسين انهم مش فاهمين حاجة. طيب تفتكروا مين فيهم جاب درجات أعلى في الامتحان النهائي؟ المفاجأة، المجموعة التانية. المجموعة اللي كانت بتعاني ومحبطة جابت درجات أعلى، فرق شاسع من المجموعة اللي كانت حاسة إنها عبقرية. الظاهرة دي ليها اسم، الصعوبة المرغوبة، يعني الصعوبة اللي بتخليك تتعلم بجد. الخلاصة من كل ده إيه؟ إن التعلم اللي بيجي بسهولة بيروح بسهولة، ده تعلم مزيف. الإتقان الحقيقي مبني على المعاناة والتحدي. المرة الجاية لما تحس بإحباط وانت بتتعلم حاجة جديدة وصعبة، افتكر ده مش صوت الفشل، ده صوت مخك وهو بيبني وصلات عصبية جديدة، ده صوت النمو الحقيقي. طيب المعاناة دي كويسة في التعلم، بس إيه اللي بيحصل لما الواحد يبقى خبير زيادة عن اللزوم في مجاله؟ هنا بندخل في منطقة خطيرة جدا، منطقة اسمها فخ الخبير. وده بيحصل لما التخصص الشديد بيعمل واحد عن أي حلول جاية من بره مجاله، خصوصاً في وقت الأزمات. عشان نفهم خطورة الفخ ده لازم نسمع القصة المأساوية دي. سنة 1949 فريق من أهم وأمهر رجال الإطفاء في أمريكا نزلوا يطفوا حريق غابات كانوا فاكرينه بسيط، لكن فجأة الريح غيرت اتجاهها والنار اتحولت لوحش ضخم بيجري ناحيتهم بسرعة جنونية.
قائدهم راجل اسمه واجنر دوج، في لحظة يأس عمل حاجة محدش عملها قبل كده، ولع نار حوالين نفسه، حرق العشب ونام في الرماد عشان النار الكبيرة لما تيجي ما تلاقيش حاجة تحرقها فتعدي من فوقه. صرخ في فريقه بأعلى صوته: ارموا عدتكم التقيلة وتعالوا هنا بسرعة. لكنهم بصوا له ما تحركوش، رفضوا يرموا الفؤوس والمناشير بتاعتهم. الأدوات دي ما كانتش مجرد أدوات، دي كانت هويتهم كرجال إطفاء. النتيجة 13 من أفضل رجال الإطفاء في العالم اتحرقوا وماتوا وهم ماسكين في إيديهم الأدوات اللي كانت سبب نجاحهم في الماضي، لكنها كانت سبب موتهم في اللحظة دي، معرفوش يتخلوا عنها. القصة دي ممكن تبان بعيدة لكنها بتحصل معانا كل يوم. أدواتنا النهاردة هي شهاداتنا الجامعية، المسمى الوظيفي بتاعنا، الطرق اللي تعودنا نشتغل بيها. ولما بيظهر تحدي جديد زي الذكاء الاصطناعي مثلا أو أزمة اقتصادية، كتير مننا بيتمسك بالأدوات القديمة بتاعته دي ويرفض يتعلم حاجة جديدة، وبكده بنبقى زي رجال الإطفاء دول بالظبط، بنحكم على نفسنا بالتأخر. وعلى فكرة ده اللي بيحصل في الحقيقة. مؤسسات ضخمة زي ناسا لما بتقف قدامها مشكلة مستعصية بتعمل إيه؟ بتعرضها أونلاين لأي حد يحاول يحلها. والمفاجأة إنه الحلول المبتكرة غالباً مش بتيجي من الخبراء في نفس المجال، لا، بتيجي من ناس من بره خالص. تلاقي محامي بيحل مشكلة في الكيمياء أو فنان بيحل مشكلة هندسية. ليه؟ لأنه الشخص اللي من بره ده مش محبوس بنفس القواعد اللي الخبراء حبسوا نفسهم فيها. طيب نرجع لنقطة البداية، الإحساس بالتشتت وإن الواحد متأخر. إيه الخلاصة من كل ده؟ الخلاصة إن كل التجارب اللي مرينا بيها، كل المجالات اللي دخلناها وخرجنا منها، كل الاهتمامات اللي ادان متفرقة دي ما ضاعتش. ده ما كانش وقت ضايع، ده كان أهم استثمار بنعمله. كل ده كان بيبني صندوق أدوات فريد من نوعه، صندوق أدوات محدش تاني في العالم عنده زيه. بصراحة المستقبل مش محتاج نسخ أكتر من المتخصصين في حاجة واحدة صغيرة. الذكاء الاصطناعي والروبوتات هيعملوا الشغلانة دي أحسن وأسرع من أي حد فينا. المستقبل محتاج حاجة تانية خالص، محتاج الناس اللي بتعرف تربط النقط دي ببعضها، الناس اللي بتشوف الصورة كاملة. وده يخلينا نسأل نفسنا سؤال مهم في الآخر. بعد ما غيرنا نظرتنا للموضوع، إيه هي النقط المختلفة والمتنوعة اللي كل واحد فينا يقدر يوصلها ببعض عشان يخلق حاجة جديدة ومختلفة؟ المستقبل فعلا ملك للناس اللي عندها مدى واسع، وصندوق الأدوات الفريد اللي بنيناه على مدار السنين هو ده تذكرتنا للمستقبل ده.